تعرف ان 99% من الناس اللي انا باخد اكسس على الاد مانجر بتاعهم جوجل او فيسبوك او اي حاجه، بلاقي ان هم بيحرقوا فلوسهم بسبب الحاجه الوحيده دي. الحاجه دي اسمها conversion tracking، والحاجه دي اهم حاجه في الاعلانات ممكن تتخيلها في حياتك. تعرف دي لازمتها ايه؟ انت بتعرف مين اشترى منك فعلا، مش مين بس اللي عدى على الموقع بتاعك، مين اد تو كارد، مين اوردر، يعني مين اللي عمل اوردر لحاجه. فانت لو مش بتعمل الحاجه دي يا ريس، يبقى انت بتحرق فلوسك وبتساعد جوجل والبلاتفورمز التانية ان هم ياخدوا فلوسك. ازاي بقى تعمل الكونفرجن تراكنج؟ حاجه مثلا زي الفيسبوك بتعمل حاجه اسمها فيسبوك بيكسل، ده العين بتاعتك بتحطها على الويب سايت بتاعك، بتعمل لها انستول على الويب سايت بتاعك. دي العين بتاعتك اللي بتعرف منها الكاستمر والاوردرات، وفعلا الكونفرجن كام وصرفت كام على الاعلان. الموضوع بقى جوجل اناليسيز، جوجل تراكنج، جوجل تاج، كل حاجه من الحاجات دي وسهل تعملها. الموضوع ده مش صعب، مش عايز واحد كودينج. انت كل الانستراكشن اللي بتجيلك بتاخد كوبي، بتحط بيست في المكان بتاع الويب سايت عندك في مكان معين وخلاص. انت مش محتاج تبقى اي تي ولا كودينج عشان تعمل حاجه زي كده. المشكله ان ناس كتير مش بتنسى، بتكسل تعملها عشان ساعات بيجي لهم ايرور مسج، لكن في الحقيقه هو ده مكسبك. تعرف مين الكاستمر بتاعك، ان انت تعمل لهم ري تارجتنج تاني من الكونفرجن تراكنج اللي هو شافهم قبل كده، عشان تبعت اوفر بتعمل ري تارجتنج للناس اصلا اللي راحوا اشتروا منك. فانت بتعمل الكونفرجن تراكنج للناس اللي اشترت منك وعدت على الموقع بتاعك وشافوك، بتقول للاد الجديد روح قول للناس دي انا عامل بروموشن. مش هيروح لحد تاني غيرهم، ممكن يروح لحد تاني لو انت عامل حاجه اسمها لوكا لايك، ناس بنفس الانترست بتاعتهم. فانت كده بتبلت البروفايل بتاعك بتاع الاعلانات، بتخليه قوي جدا، وكل دولار بتطلعه بتلاقي ار او اي اللي هو ريتيرن اون انفستمنت. بالتراكنج ده هتعرف اول حاجه ايه الاعلان اللي جاب لك فعلا مبيعات، مين الجمهور اللي بيشتروا اكتر، صغيرين كبار من 30 ل 70 سنه، ايه الوقت المناسب اللي تنزل فيه الاعلان، كم تكلفه كل عمليه بيع عليك. يعني انت لو بعت 100 جوجل اخد 10، هل ده مكسب؟ هل ده حاجه حلوه ليك؟ انت اللي تقدر تعرف، عشان انت عندك مصاريف تانية، عندك ايجار، عندك بضاعه، عندك براندنج، عندك عمال. لازم من كل قطعه اتباعت تعرف الاعلان صرف كام، والمصاريف حوالين القطعه دي وصلت لكام لحد لما راحت للكلاينت. نصيحه مني ليك اخر الفيديو ان انت اوعى تبدا اي اعلان من غير التراكنج او البيكسل بتاع الاعلان، الكونفرجن تراكنج. اوعى تبدا اي اعلان وتتاكد ان هو شغال 100%. خش اشتري من الويب سايت بتاعك وشوفه هيعمل ريكورد فعلا للسيشن دي ولا لا. عايزك تفتكر حاجه مهمه جدا، البيانات هي اللي هتخليك تكسب مش الحظ. الناس كتير بتعمل اعلانات بالحظ، لكن احنا بنمشي بالبيانات.